تعرف ان اغلب مرضى الامراض المناعيه كان بيجي لهم تحذيرات لمده شهور او اكتر لمده سنين؟ صحيح مفيش سبب واضح وصريح نقدر نحدد منه اسباب الامراض المناعيه، لكن التحذيرات بتكون واضحه وصريحه. ارهاق مزمن من غير سبب واضح، اوقات بتحس ان جسمك تعبان ومرهق حتى بعد النوم ومن غير حتى ما تعمل اي مجهود. 2. الم المفاصل بيروح ويجي، بتحس اوقات بتقل او سخونيه في جزء معين من المفصل بتاعك، ده في الغالب يكون تنبيه لاحتمال الاصابه بالروماتويد. 3. التهابات او برد متكرر، بتحس ان جسمك بيتعب من اقل عدوى، ممكن يكون بسبب خلل مناعي. 4. تغيرات في الجلد وسقوط الشعر، طفح جلدي بيظهر فجاه، حساسيه مفرطه من الشمس، تساقط شعر بكميه كبيره، بيكون مؤشر للاصابه بالذئبه الحمراء. 5. مشاكل في الهضم والمعده، انتفاخ مزمن، امساك او اسهال لفترات طويله، ده بيكون مؤشر للاصابه بمرض كون او التهاب القولون التقرحي. 6. تنميل او ضعف في الاطراف، احساس بالكهرباء وتنميل في الايدين او الرجلين، ضعف مفاجئ، وده بيكون مؤشر للاصابه بمرض MS. جسمك بينبهك ولازم تاخد بالك قبل فوات الاوان. اكتب لنا في الكومنتس ايه العرض اللي انت بتحس بيه.